ما رأيتم المعارك اللي حصلت في السنوات هذه الماضية كلها بين اللي يتكلمون في الخطاب الديني؟ هذا يكفر هذا، وهذا يشرك هذا، وهذا باسم السنة يكفر كل الشيعة، وهذا باسم الشيعة يكفر كل السنة ويعتبرهم نواصب، هذا يقول روافض، هذا نواصب، والمعركة الكبيرة والتي على أساسها برر سفك الدماء. مع أن هذه المعارك اللي سفكت بها الدماء ليست على خلاف مذهبي، لا يضحكون عليكم، انتبهوا إذا رجعتم بلدانكم أو الذين يسمعونني الآن انتبهوا، لم تسل قطرة دم واحدة بسبب اختلاف ديني مذهبي. أيوة، استخدم الخلاف الديني المذهبي غطاء لإراقة الدماء على أساس سياسات. على أساس إيش؟ سياسة محلية وسياسة إقليمية وسياسة دولية، كل الثلاث اشتغلت في هذا الأمر واتخذت من الدين ذريعة. لكن هذا لا يعفي المنتسبين إلى الدين الذين قبلوا أن يكونوا هم بيادق في هذه اللعبة، الذين قبلوا أن يكونوا بيادق على رقعة شطرنج اللعب الدموي هذا، وهو يظن بذلك أنه يدافع عن دينه. واحد جعل قضيته كلها كيف أنه يكون ضد السنة، قضيته كلها، ومعه قناة فضائية في بريطانيا، كأن بريطانيا أصبحت يعني الحرم المقدس. تلاحظ بس، شوف هذا القياس الإبليسي، شوفوا اللي يثيروا الفتنة الطائفية من طرف الشيعة مقرهم بريطانيا، واللي يثيروا الفتنة الطائفية من طرف السنة مقرهم فين؟ بريطانيا، قنواتهم من بريطانيا تبث. والذين يحرضون على إسقاط دولهم قنواتهم فين محلها؟ بريطانيا. وأنت اللي رضيت لنفسك أن تكون بيدق هناك تلعب، فين؟ أين ذهب عقل؟ القياس الإبليسي. لا، أنا أستغل الكفار. كيف؟ قال أنا أستغل الإنجليز الكفار في تحقيق إيش؟ نصر الإسلام. بإيش؟ بضرب مسلمين أنا بيني وبينهم خلاف إما مذهبي أو سياسي. والمضحك المبكي أن المقر الرئيس لجماعة إحياء الخلافة اسمهم إيش؟ هذا التحرير، اسمها التحرير، حزب التحرير. إيش هدف حزب التحرير من أيام مؤسسه؟ إيش هو؟ إحياء الخلافة الإسلامية. مقر الرئيس لحزب التحرير فين؟ بريطانيا. المهمة المقدسة لإحياء الخلافة الإسلامية مركزها بريطانيا. والمعارضة اللي ترى ما بتنقذ مصر من الوضع اللي هي فيه وبتعيدها لحضن الإسلام، بتعيد لها الحرية، بريطانيا. هذا القياس إيش يسمون؟ القياس الإبليسي. هذا القياس ليش؟ الإبليسي. فتجد هذا هدفه يعني بيقضي 10 سنين 20 سنة 30 سنة مشروعه الرئيس ضرب السنة، وفي المقابل بتجد ناس خلاص مؤسساتهم وأموالهم وتفكيرهم وأبحاثهم وكتبهم شغلها فقط التصدي للشيعة، للضرب في الشيعة، ومثلها تصدي الضرب في السنة. هذا هو مشروع عمره. تخيل واحد سيلقى الله يوم القيامة وهو أفنى عمره كله مشروعه إنه يضرب طائفة. هذا القياس الإبليسي. وهذا أحيانا يكون الناس من طائفة واحدة، من مشرب واحد، اللي هم السواد الأعظم من المسلمين أهل السنة والجماعة، منا نحن أشعري ماتريدي صاحب تصوف، ومع ذلك مشروع أنه يضرب مجموعة ومجموعة. تطلع لنا مجموعة بدأت نشاط أو قوي نشاطها من لبنان وانتشرت في العالم في المنطقة، يكفرون الناس، يقولون أنهم أشاعرة من غلاة الأشاعر، لكن ما فرق بينهم وبين التكفيريين المتسلفين أبدا إلا أن اللسان المتداول. فتجد التكفيريين التشريكيين رموا عقيدة الشيخ الشعراوي بالشرك، هم يرمونه بالكفر. ترى أولئك يرمون الشيخ البوطي بالشرك، هم أيضا يرمونه بالكفر، بالشرك، بالكفر، بالتكفير الشيخ البوطي يقول. طيب النتائج واضحة أمامي، فكيف الذي يعمل في هذا الاتجاه مستمر فيما هو فيه؟ ما الذي زين له؟ هذا الغرور، القياس الإبليسي في المسألة.